إذا كنت من عشاق كرة القدم العربية والعالمية، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد أولاً بأول. تتواصل المفاجآت في كواليس النادي الإفريقي، ويبدو أن الميركاتو الشتوي سيكون حاراً بين تونس ومصر. فبعد أيام قليلة من اتفاق الإفريقي مع النادي الأهلي المصري حول انتقال المدافع علي يوسف، تظهر اليوم على الساحة صفقة جديدة قد تكون من أبرز الصفقات في سوق الانتقالات الشتوية. الحديث هنا عن المهاجم الدولي فراس شواط، الذي أصبح قريباً جداً من مغادرة النادي الإفريقي نحو الدوري المصري، وتحديداً نحو نادي الزمالك، في صفقة تبادلية مثيرة تجمعه بالمهاجم التونسي سيف الدين الجزيري. القصة بدأت حين وجه نادي الزمالك عرضاً رسمياً إلى إدارة النادي الإفريقي تضمن دفع قيمة البند التسريحي في عقد شواط والمقدرة ب$800,000، لكن إدارة الإفريقي رفضت العرض الأول، واعتبرت أن المبلغ لا يعكس القيمة الفنية ولا الرمزية التي يمثلها فراس شواط داخل الفريق. لاحقاً تقدم الزمالك بمقترح جديد أكثر إغراءً، صفقة تبادلية مباشرة ينتقل بموجبها سيف الدين الجزيري إلى النادي الإفريقي، في المقابل ينتقل فراس شواط إلى الزمالك مع إضافة مبلغ مالي يقدر ب3 مليارات تونسية لصالح الإفريقي. هذا العرض لقي قبولاً مبدئياً داخل كواليس النادي، خاصة وأن الفريق يعيش أزمة مالية حادة ويحتاج إلى موارد عاجلة لتغطية مصاريف الانتدابات والأجور خلال الفترة القادمة. من جهة أخرى، يرى المدرب فوزي البنزرتي أن سيف الدين الجزيري سيكون مكسباً فنياً مهماً، فهو مهاجم دولي جاهز يمتلك الخبرة والتجربة في الملاعب المصرية، وقادر على تعويض شواط في الخط الأمامي دون خسارة في المستوى. أما فراس شواط فقد عبر عن رغبته في خوض تجربة جديدة في الدوري المصري، ووجد في عرض الزمالك فرصة مناسبة لتطوير مسيرته الكروية، خاصة في ظل مشروع الزمالك الباحث عن العودة إلى المنافسة القارية بقوة. وبذلك يبدو أن الأيام القادمة ستحمل الخبر الرسمي: شواط زملكاوي والجزيري يعود إلى الحديقة. فهل تكون هذه الصفقة بداية انتعاشة مالية وفنية للنادي الإفريقي؟ وهل ينجح الزمالك في كسب مهاجم قادر على قيادة هجومه في المرحلة القادمة؟ الإجابة ستأتي قريباً، لكن المؤكد أن العلاقة بين الكرة التونسية والمصرية تدخل مرحلة جديدة من التعاون والصفقات الكبرى.